السلام عليكم. أحيانا في بعض الجرائم التحريات فيها بتوصل لطريق مسدود، وفي النهاية بتتأيد ضد مجهول. وفي جريمة النهاردة القاتل افتكر إنه خلاص فلت بجريمته بعد ما عدى أكتر من سنة ونص على ارتكاب الجريمة، ولكن بزلة لسانه بذكاء من رجال الأمن وقع في شر أعماله، وتم الكشف عن جريمة بدأت بطمع وخيانة وانتهت بجريمة قتل. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. بتاريخ 23 يونيو سنة 2024 في منطقة العمرية الموجودة غرب اسكندرية، وبالتحديد في قرية اسمها مصطفى اسماعيل، غرفة عمليات النجدة بيجي لها بلاغ من العمال في مصرف محطة ناصر إنهم لقوا جثة مجهولة عايمة على سطح مية المصرف. رجال المباحث ومعاهم فريق من المعمل الجنائي توجهوا بسرعة لمكان البلاغ، ومن المعاينة المبدئية للجثة عرفوا إنها لراجل في الخمسينات من عمره وبكامل ملابسه، ولكن ما لاقوش معاه أي إثبات شخصية، وكان واضح على الجثة علامات التعفن والتحلل. بس من خلال الفحص لاحظوا إن في وشم على الدراع اليمين والشمال للجثة، ووشم كمان على الصدر، وخلينا فاكرين موضوع الوشم ده علشان هنرجع له قدام. الجثة تم نقلها للمشرحة، وبدأت الشرطة تحرياتها من خلال فحص أي بلاغات تغيب في الفترة الأخيرة، ولكن ما قدروش يوصلوا لأي معلومة تعرفهم هوية صاحب الجثة. وبعد فترة من التحريات ومع صعوبة معرفة الجثة دي تبقى بتاع مين، النيابة أمرت بدفنها في مقابر الصدقة في 19 نوفمبر سنة 2024. وتعدي بعدها أيام وشهور لحد ما بنوصل لنوفمبر سنة 2025، يعني بعد اكتشاف الجثة بحوالي سنة ونص تقريبا. في الوقت ده بنت عندها 14 سنة واقفة بتتكلم مع ست جارتهم، وقالت لها أنا سمعت ماما امبارح وهي بتتكلم مع جوزها وبتقول له الحمد لله عدى أكتر من سنة ونص على قتل الراجل واتدفن كمان ومحدش عارف حاجة. رد عليها وقال لها الحمد لله، اسكتي بقى لحد يسمعك وما تفتحيش الموضوع ده تاني، وأنا حاسة إن ماما وجوزها قتلوا بابا. الست بعد ما سمعت الكلام ده من البنت اتصلت على جوزها وحكت له اللي البنت قالته. قال لها على العموم أنا هروح أبلغ رئيس المباحث بالكلام ده علشان نخلي مسؤوليتنا. وفعلا راح لرئيس المباحث وقال له إن في بنت قالت لمراتي إنها سمعت أمها وهي بتقول لجوزها الحمد لله قتلنا الراجل بقالنا أكتر من سنة ومحدش عارف حاجة، وإن البنت شاكة إن أمها وجوزها قتلوا أبوها. رئيس المباحث قال له أنا عايز أشوف البنت دي ضروري، حاول تستدرجها لحد عندي بأي طريقة. وفعلا البنت وصلت عند رئيس المباحث وبدأ يسألها شوية أسئلة. في البداية طبعا البنت كانت خايفة تتكلم، لحد ما رئيس المباحث طمنها وقال لها مش انت عايزة تعرفي مكان بابا فين؟ قالت له اه. قال لها طيب احكي لي اللي سمعتيه وبالتفصيل. وفعلا البنت حكت له كل اللي سمعته، وبعدها سألها هو بابا اسمه ايه؟ قالت له بابا اسمه سيد. قال لها طيب بابا لما اختفى محدش عمل بلاغ تغيب؟ قالت له لا، ماما قالت انه سافر، وقالت كمان لجدي ولعمه ان بابا مسافر. قال لها طيب ما تعرفيش أي علامة نقدر نتعرف بيها على بابا؟ قالت لهم آه، أنا فاكرة إن بابا كان على دراعه اليمين والشمال وشم. رئيس المباحث لما سمع المعلومة دي افتكر على طول الجثة اللي لقوها من حوالي سنة ونص وكان على دراعها اليمين والشمال وشم، وأمر بإحضار صورة الجثة اللي صورتها النيابة وقتها وموجودة عندهم، وورى الوشوم الموجودة في الصورة للبنت وقالت أيوة، الوشم ده كان على دراع بابا والوشم ده كان على دراع بابا. قال لها طيب آخر سؤال، هي ماما اتجوزت جوزها ده امتى؟ قالت له من فترة كده، وبعدها سيبنا بيتنا ورحنا مكان تاني ومحدش يعرف مكاننا، لا جده ولا تيتا ولا عمه. قال لها طيب يا حبيبتي تمام، روحي انت دلوقتي علشان محدش يشك في حاجة. وعلى طول راحت قوة من اسم الشرطة وقبضوا على الأم اللي اسمها زينب وعلى جوزها اللي اسمه أيمن. وأول سؤال اتوجه لزينب، انت قلتي للناس ان جوزك مسافر، طب ازاي اتجوزتي وانت على ذمة راجل تاني؟ واستدعوا بعدها والد الضحية وأخوه وسألوهم انتوا ليه ما قدمتوش بلاغ عن تغيب ابنكم؟ قالوا والله مراته قالت انه سافر وبعدها أخدت العيال ومشت وما نعرفش راحت فين. زينب وأيمن خلال استجوابهم بدأوا يلخبطوا في الكلام، وقالوا لها إن بنتك سمعتك وأنت بتقولي لجوزك إحنا بقالنا كتير قاتلين الراجل ومحدش عارف حاجة، وجابوا البنت وعادت نفس الكلام قدام أمها وجوزها. وهنا خلاص زينب انهارت وقالت لهم خلاص أنا هعترف بكل حاجة. زينب قالت إنها اتجوزت سيد وخلفت منه، بس ما كانتش مبسوطة في حياتها معاه،
لأنه كان دايما بيضربها وبيشتمها. وفي يوم من الأيام اتنين صحابه كانوا قاعدين معاه، واحد اسمه أيمن وأخوه اسمه أحمد، وسمعتهم وهم بيتكلموا مع سيد وبيقولوا إن في بيت قديم بيحفروا فيه، والشيخ قال لهم إن البيت ده مدفون تحته كنز، ومحتاجين حد يمول عملية الحفر علشان يعرفوا يخرجوا الكنز. ووقتها سيد قال لهم أنا هديكوا الفلوس بس على شرط ليا التلت. ووافقوا على شرط سيد، وخرجت ساعتها وقلت لهم وأنا كمان معاكم. ورحنا كلنا شفنا الحفر اللي في البيت، وجوزي ادالهم 100,000 جنيه. وبعدها قال لي انت دورك تروح تتابع الحفر وهو شغال علشان ما يضحكوش علينا ويخرجوا الكنز ويقسموه ما بينهم. وفعلا بقيت اروح اتابع الحفر وجوزي في الشغل. ووقتها اتعرفت على صاحبه ايمن، وابتدى يقول لي كلام حلو، وخصوصا ان كنت بحكي له عن معاملة جوزي وانه على طول بيشتمني ويضربني. وواحدة واحدة حبني وحبيته، وبدل ما كنا بنروح نتابع الحفر بقينا نروح شقة ايمن، وانتوا فاهمين الباقي. وقال لي انا حبيتك وعايز اتجوزك. قلت له ماشي بس على شرط تاخدني بعيالي. قال لي وانا موافق، بس الاول نتخلص من جوزك. قلت له ما عنديش مانع، وخصوصا ان سيد كان بدأ يطالبهم بفلوسه، لان الموضوع طول ومفيش حاجة خرجت. وبقى يقول لهم انتوا نصبتوا عليا، انا عايز ال100,000 جنيه بتوعي. فقلنا وقتها نضرب عصفورين بحجر، نتخلص منه علشان نتجوز، وبالمرة نخلص من زنه. واتفقنا أنا وأيمن وأخوه إننا هناخد سيد لقرية في غرب اسكندرية اسمها مصطفى إسماعيل، وكنا عاملين حسابنا على مخدرات. وفضل السيد جوزي يشرب لحد ما اتخدر ونام. وبعد ما نام، أيمن وأخوه أحمد خنقوه وشلناه ورميناه في المصرف. وبعد ما رجعنا بعنا التوك توك بتاع سيد ب38,000، وقسمنا الفلوس علينا إحنا التلاتة. وعلشان محدش يشك في حاجة بخصوص غياب سيد، قلت لكل الناس إنه سافر، وحتى لأهله أبوه وأمه وإخواته. وبعدها اتجوزت أيمن عرفي، وسبت المنطقة خالص أنا وعيالي ورحنا عشنا بعيد علشان نختفي عن الأنظار، ومحدش يعرف مكاننا ولا يعرفوا إني اتجوزت. الاعترافات مرعبة وحقيقي كأنها فيلم سينما مش حقيقة، ولكن سبحان الله ربنا أراد إن الجثة حتى وهي بدأت تتحلل الوشم يفضل ظاهر عليها والنيابة تصوره. وبعد ما القضية اتقفلت بحوالي سنة ونص، البنت تسمع أمها بالصدفة وهي بتكلم جوزها، وتعرف إنهم ورا قتل أبوها، وتحكي لجارتها اللي سمعته، وبعدها لرئيس المباحث، واللي بدوره اهتم بكلام البنت لحد ما في النهاية تم الكشف عن جريمة اجتمعت فيها كل حاجة قذرة. وفي 21 فبراير سنة 2026 قررت محكمة جنايات اسكندرية بإحالة أوراق زينب وأيمن وأحمد لفضيلة المفتي. وفي جلسة 31 مارس سنة 2026 قضت محكمة جنايات اسكندرية وبإجماع الآراء بالإعدام للزوجة وللأخين. الحكاية بدأت بطمع من سيد وزينب، وبعدها اتحولت لخيانة ما بين زينب وأيمن. وللمرة المليون، بلاش يا جماعة موضوع إن صاحبك يدخل بيتك ويتعرف على مراتك. بلاش نحط النار جنب البنزين، لأن الطبيعي إن الطمع والخيانة لازم يوصلوا للقتل في النهاية. ربنا يسلم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.